يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يعلق على سيارته أو على دكانه كلمة ما شاء الله تبارك الله، وهل يعتبر من تعليق التمائم؟ نعم، تعليق الأذكار والآيات والدعوات على المحلات أو على السيارات كل هذا من تعليق التمائم. قل هذا بلسانك، قل ما شاء الله بلسانك، تحصل الأجر وتصح عقيدتك، ولا تعلق هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يلبس ما يلبسه الكفار ويكون على ظهره في لباسه اسم لاعب كافر ولا ينوي التشبه بذلك أو بهم، هذا تعظيم للكافر، ما دام يلبس الثوب اللي عليه اسم الكافر أو صورته، هذا تعظيم للكافر، فلا يجوز هذا، أقل أحواله أنه محرم، وإن كان عظمه يختى على ردته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع للإمام أثناء ركوعه أن ينتظر الداخل للمسجد حتى يلحق به؟ أي نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لا يرفع رأسه حتى لا يسمع وقع قدم، ينتظر الداخلين. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الأخ عن حكم التهنئة بيوم الجمعة، كقولنا جمعة مباركة، وكذلك خص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال، وفي نهاية الرسالة يكتب أكثر من الدعاء جمعة مباركة وجزاكم الله خيرا. هذا مبدأ لنشر البدع، لا أصل للتهنئة بيوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يوما مباركا ويوما عظيما، وفيه صلاة الجمعة وفيه ساعة الإجابة وفيه اجتماع المسلمين وله فضائل كثيرة، لكن نحن نتبع الدليل، فما ورد أنه يهنى بيوم الجمعة، ولا ورد أنه يطلب كثرة الدعاء فيه، والجوالات أصبحت خادمة للمبتدعة، فعليكم أن تحذروا منها وما ينشر فيها. نعم. جزاكم الله